ازيكم عاملين ايه؟ انا دينا ودي قناتي، اتمنى تكون بتعجبكم وكل حاجه جديده بنزلها بتعجبكم. هنعمل تورته باسهل طريقه، مقاسها 26، ارتفاعها عالي جدا، 4 طبقات بالدقيق العادي. يعني تكفي معاكي 15 فرد وتوصل ل 20 فرد، لان الارتفاع عالي فممكن نصغر حجم القطعه شويه. صدقوني جميله الدقيق، بالدقيق العادي، وتطلع السبونج بتاعها احسن من السبونج الجاهز. مساماته ضيقه وحلو جدا. كملوا معايا الفيديو الاخر. بصوا، انا هقول لكم مقادير التورته، لان طبعا ما كانش هينفع نعمل الكيكه وتورته. الفيديو كبير جدا، بس انا في فيديو تاني منزلاه عامله من اول الكيك، فما تلاقوش. بس برضو هقول لكم واحنا شغالين الكيك ده عملته ازاي. زي ما قلت لكم ده مقاس 26. هقول لكم كل حاجه عنه وطريقته سهله جدا، هشرحها في الفيديو. بصوا احنا قسمنا اهو الكيكه. بصوا هنقسمها على طبقتين. طبعا الطبق اللي فوق دي خلاص عشان هي بيبقى فيها وش البيت. بس اقول لكم حاجه، انا عامله المنشار على 8، يعني حجمها حلو كبير شويه، هتشوفوه اهو. بصوا، انت ممكن تقلليه، يعني لو عاوزه تعملي تورتايه واحده حجمها مش كبير او ارتفاعها مش كبير، ممكن تعملي نفس الكلام وتقللي شويه في التقطيع، في سمك اللي هي القطعه. تطلع معاكي 3 طبقات حلوين، وتورتيه تبقى معقوله جدا. مش شرط ان انت تكلفي نفسك وتعملي كيكتين، فاهمين قصدي؟ لكن انا عملت كيكه شوكولاته وكيكه تورت فانيليا، وهقسمهم بعد كده كل كيكيه على 2. يعني مش شايفين الطبقتين دول؟ هقسمهم بالنص، هيدوني 4 ديسكات او 4 طبقات او شوكولاته و4 طبقات فانيليا. دلوقتي احنا هنعمل الكريم شانتيه. هي بصوا التورتيه دي بالظبط يعني خدت حوالي 2.5 كوباية كريم شانتيه خام. حطيت في الاول 1.5 كوباية، وحطيت عليهم 1.25 كوباية سكر. ممكن تقللي السكر عن كده تحطي نص كوباية، بس بيبقى على حسب ما بتحبي. المية لازم تبقى متلجة جدا. يبقى نقول تاني 1.5 كوباية كريم شانتيه خام، حطيت عليه 1.25 كوباية سكر، وحطيت عليه 2.5 كوباية مية. ده عشان الحشو من جوه لازم كريمة الحشو تبقى متماسكة عن كريمة اللي هي التجليس، اللي هي الخارجية من بره. فاهمين قصدي؟ بس دي عشان كريمة حشو، فلازم تبقى متماسكة شوية عشان الديسكات تبقى متماسكة، علشان ما هي يعني احنا جو ساعة وكل حاجة، بس عشان الكيكة ما التورتيه ما تتزحلقش، الطبقات تفضل ثابتة، لان كمان دي 4 طبقات. فاهميني؟ فانا بعمل كريمة الحشو متماسكة شوية عن الكريمة اللي هي التجليس الخارجي. او كده بقى بنضرب الكريمة كويس. وعلى فكرة انا عملت كله بالمضرب، يعني انا عاملة كله بالمضرب، ما احتجتش لعجان، وطلعت معايا حلوة جدا. طلع ارتفاع الكيك ممتاز. هقول لكم دلوقتي بقى الكيك يتعمل ازاي. وكيك الشانتيه اهو بيتضرب. انا جبت 4 بيضات، حطيت عليهم، بحط الاول في طبق يكون ناشف 4 بيضات، نص كوبايه سكر، معلقه كبيره محسن جل، و ورشه فانيليا. وابتدي بعد كده اضرب بالمضرب الكهرباء لحد ما يبقى القوام يتقل معايا. يتقل، مش هديكي وقت عشان على حسب سرعه المضرب بتاعك. القوام يتقل، يعني بص يعمل منقار الديك، شوفوا ترفعه كده بالمضرب، ما القوام ما ينزلش. بس بعد كده نجيب كوبايه ميه ساقعه، وبعد كده نحطها نص كوبايه ميه ساقعه، ونحطها بالتدريج. لو عندك الكوبايات المعياريه يبقى كويس جدا، احسن كتير. بتحطي نص كوبايه ميه بالكوبايات المعياريه، بتحطيها بالتدريج. بعد ما نخلص نص الكوبايه نرجع نحط تاني برضو تاني نحط كله. يعني بعد ما نحط نص الكوبايه بنرجع نضرب تاني كويس جدا، لحد ما هتلاقي بقى القوام اللي انت بتضربيه تلاقيه هش وعلي وبقى حلو قوي. فاهميني؟ نرجع نحط ان كنا خلين الدقيق في طبق بره، وعليه معلقه ممسوحه كيك شيف، وعليه معلقتين نشا. 2 إلا ربع دقيق بكوبايه المعياريه، عليها معلقه ممسوحه كيك شيف، وعليها معلقتين نشا. ده بالنسبه للفانيليا. الشوكولاته نفس الطريقه، بس هتشيلي معلقتين من الدقيق وتحطي مكانهم معلقتين كاكاو. بتنخلي وبتحطي بقى الدقيق بالتدريج حبه حبه. بصوا معلش انا كده هو طبعا الصوره واضحه، انا بعمل بس ان انا برص الطبقات
فوق بعض بقى. ايه بس بيه بس بسيرب نص كوبايه سكر على كوبايه ميه مع رشه فانيليا، بيغلوا على النار وبطفي عليهم واسيبهم يبردوا وخلاص على كده. بس بيه التورته سقوه خفيفه كده، كده التورته بتاعتنا حلوه مش محتاجه سقوه خالص، بس برضو حاجه بسيطه. بس انا كده بصوا عملت التورته الطبقات، بحاول بس اظبطها وهحطها في التلاجة تسقع على ما نيجي ايه نجلس اللي هو التجليس الخارجي. نرجع بقى للكيكه بتاعتنا. نخلنا الدقيق وعليه كوبايتين الا ربع دقيق، عليه معلقتين نشا كبار، عليه معلقه ممسوحه كبيره كيك شيف، نخلناهم ونيجي بقى نحطهم على الخليط حبه حبه. طبعا على الخليط بعد ما الخليط ايه، بعد ما حطينا له الميه ونضرب فيه كويس لحد ما يرجع يتقل تاني شويه وتلاقوا هش كميته زادت جدا. نحط بقى الدقيق بالتدريج حبه حبه ونضرب حبه حبه ونضرب بالمضرب برضو. بعد كده اول ما بنلاقي الدقيق اختفى بنوقف المضرب تماما، نجيب المعلقه السيليكون بتاعتنا اي معلقه ونقلب بقى الخليط ده كويس من تحت لفوق، نقلبه كويس جدا عشان ما يبقاش فيه دقيق برده في الطبق من تحت وكل حاجه كده. المضرب مهمته خلاص انتهت. نجيب الصينيه بتاعتنا ونحط فيها حبه مدهن الزيت وفي القاعده من تحت ورق زبده بس، ونصب الخليط وفرن طبعا مسبقه التسخين، ونقوم حاطينه في الفرن نص ساعه نقدر نفتح عليها، نص ساعه نفتح عليها. بصوا انا كده بقى ايه، وبتسيبوها من بالليل للصبح وبعد كده تبداوا تشتغلوا فيها عشان تكون بردت وتعرفوا تقطعوها. بصوا انا كده بقى جلست التورتايه معاكم وعملتها بالسكرابر وظبطتها خلاص. بصوا انا كده هقسمها نصين عشان اعمل ايه الشوكولاته والفواكه. طب انا عرفت منين الشوكولاته؟ بصوا انا هنا بعمل ايه، بطلع خله. انا عملت ايه اهو، شايفين الخله؟ انا كانت التورتايه من بره تجليسها كله ابيض، ما عملتش نص ونص، رحت عملت خله في 3 حتت في الجنبين وفي النص عشان اعرف ان ده نص الشوكولاته. وبعد ما خلصت تجليس ان الخله مش هتضايقني في التجليس، رحت قسمتها اهي نصين بسكينه بمسطره بايا كان، وهبتدي اشتغل فيها. وعملت روزيتات من فوق وحطيت بقى الفاكهه اللي تعجبك. تفاح، انا حطيت تفاح ومانجا، كان عندي كريز، اللي انت عاوزاه ممكن تحطيه. فاهميني؟ يا ما تقيديش نفسك بالفاكهه، المستطاع عندك والموجود، وهتطلع صدقيني احلى من كده كمان. وتسلم ايديكي قبل ما تعملي. عادي اللي قطع المانجا الوقت الصغيره دي هشيلها اهو، وكده كده احنا هنصب شوكولاته على النص التاني كله اهو. عملت بقى اشكال بالتفاح، اشكال دي سهله قوي. وعملت شكل تاني شبه المروحه، يعني كنت بحاول اني اظبطه، يعني صراحه اول مره اعمل شكل المروحه ده فكنت بحاول انه يظبط معايا بس. وحطيت الكريزم لكم ده بقى ايه، انا ما عنديش جيلي تلميع. عملت ايه، جبت معلقه او معلقتين عسل ابيض، خففته حاجه بسيطه خالص بالميه، ولو عسل كلوكوز تمام، ورحت حطاها على الوش بحيث ان بس التفاح ما يغمقش ما يسودش. فاهميني؟ بس بعد كده بقى جبت بعد كده الشوكولاته وحطيتها في كيس، وابتديت اهو ان انا اعمل لها روزيتات اهو. خليها بس خفيفه شويه عشان تنزل معاكي بكل سهوله، وبرده مش خفيفه للدرجه عشان برده التورته ما تبانش وانتي بتجلسي. صدقوني سهله جدا وهتعجبكم واوفر من بره، يعني بصراحه جميله، بتكفي عدد كبير. ممكن تعمليها تفرحي بيها لعيد ميلاد ابنك، عيد ميلاد بنتك، عادي مثلا كنوع من انواع التحليه تغيير، يعني هتنفع معاكي في كل حاجه. انا بقى عشان عندي قالب الحروف فعملت عليها، كان هو عيد ميلاد يعني 2، فعملت الاسمين وحطيتهم على التورته. جبت اللي هو اسمه ايه، اللي هو البديل الاوريو، وعملته بالضغط الذهبي ورحت حطاه على التورته. عملته بالضغط الذهبي لونته يعني عشان يبقى لون ذهبي، حطيته على التورته الناحيه دي والناحيه دي. هنا بحط الحروف، وفي واحده كسرتها وبرده رشيتها، ورشيت كريسبي شوكولاته اللي هو المدور ده. بس صدقوني كان شكلها في الاخر حلو جدا، عجبتني جدا، كنت راضيه عنها. ارتفاع التورته عالي جدا. هحاول ان انا في اخر الفيديو احط لكم الصوره اللي هي بعد ما التورته اتقطعت الارتفاع قد ايه من جوه عامل ازاي. لو عرفت ان انا بصراحه بحاول يعني في المونتاج ده، لو عرفت احط لكم الصوره هحطها لكم بعد ما اتقطعت كانت عامله ازاي. كانت حلوه جدا صدقوني.
يعني اتمنى ان التورته تعجبكم، واللي مش عامل اشتراك في القناه يشترك، واللي لسه ما عملش لايك يعمل، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد. وباي باي. اشوفكم، شوفوا بقى التورته وجمالها. هحاول بقى ان انا احط لكم الصوره زي ما قلت لكم بعد ما تقطع. مع السلامه.